بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله هنعمل النهارده البطاطس المجرمشه احلى من بتاعه المحلات باذن الله. وهنعمل معاها ايه؟ الكاتشب. طبعا الكاتشب لما تعمليه في بيتك احسن بكتير، على الاقل من ضامنه انت حاطه ايه بالظبط في الخلطه بتاعته وعاملاه ازاي، احسن ما تشتريه في المحلات مش عارفه الطماطم اللي فيه مش كويسه او التوابل اللي فيه مش كويسه. فتعمليه في البيت يكون اضمن واحلى لعيالك. معانا ان شاء الله طماطم حوالي كيلو الا ربع، فصين 3 توم، ومعانا بابريكا بس معلقه كبيره، ومعانا توم بودره وبصل بودره وملح وفلفل، ونص كوبايه سكر، وكوبايه ميه، ومعلقتين نشا، وربع كوبايه خل. والبطاطس معانا هي زي ما حضراتكم شايفين حطها في ميه بخل، حاطه على الكميه دي حوالي نص كوبايه خل. طبعا البطاطس اهيت التقطيعه ديت لا سميكه ولا رفيعه، وسط كده، وتسيبيها في ميه بخل حوالي نص ساعه. والتوابل بتاعتها هعرفكم ايه لما نخلص الكاتشب، هعرفكم التوابل ايه. بسم الله. هنحط نص كوبايه الميه تمشي بس الايه الطماطم، والطماطم مقطعاها زي ما انا عاملاها كده 4 بس، ماشي. وهنسيبها خالص، هنسيبها خالص لحد ايه ما تستوي خالص. انا مش عايزه فيها اي حاجه خالص، تبقى بصي دابت. ماشي. ومعانا هنا 5 فصوص توم حلوين، 5 يعني ما تكترش عن كده. ماشي. هنسيب الطماطم خالص لحد ما تسرد الميه بتاعتها وتصفي، وبعد كده هنخلطها. واول ما تستوي وانا بخلطها هوريك انا عملت فيها ايه. كده نزلناها من على النار اهيت، ماشي. وهضربها في الخلاط ونردها على النار تاني وارد لك تاني. خلص في الخلاط اهي هنضربها. خلاص كده ضربتها كويس، هصفيها وارد لك تاني. صفيها خالص، مش عايزين فيها اي شوائب للطماطم عشان تبقى ناعمه كده زي الكاتشب اللي تشتريه من بره. خلاص هننزلها تاني على النار. بصي ناعمه خالص، ما فيهاش اي تكتلات ولا فيها بذر ولا فيها اي حاجه خالص. هننزل بالتوابل اللي احنا قلنا عليها. ربع كوبايه السكر، وبالخل، وهنسيبها شويه. بعد كده نحط عليها النشا، هنسيبها خالص لحد ما تتقل خالص براحتها. معلقتين النشا اللي معايا نحط شويه ميه تنزلي عليها. طبعا هي بتعمل معاكي فقاقيح كده، وحاسبي يعني على ايدك. خلاص هو طول معانا خلاص اهو. طبعا عشان اللمعه بتاعت الكاتشب شويه الزيت. عايزه تعمليه حار ماشي، زودي شويه شطه او هريسه، عايزاكي او بابريكا حاره. عايزه عادي كده، هو برده كده مشطشط سنه. قوام اهوت. طبعا عشان هو برده لسه سخن، لما يبرد هيمسك معاكي اكتر من كده كمان. وحاجه انت ضمناها وعاملاها ببيتك وعارفه مكوناتها ايه، وضامنه انت بتدي لعيالك ايه. والكاتشب بالذات اللي بره ده احيانا بيبقى مش كويس خالص. شو حاجه انت عاملاها في البيت وبألف هنا يا رب. نص القوام. وانا كمان ما صبرتش عليه لما يبرد، والله العظيم طعمه احلى من الجاهز بكتير. جربوه مش هتندموا على تجربته ان شاء الله. ماشي. طبعا انت فاضل معاكي كتير، هتعملي في ايه؟ لو معاكي حاجه زي دي كده وعايزه تفضي فيها تعملي كده، تفضي بالراحه كده. هينزل معاكي، هياخد وقت صحيح ماشي، بس هينزل معاكي. وكده خلاص خلصنا الكاتشب، وهنعمل ان شاء الله البطاطس المجرمشه بطريقه المحلات واحسن منها باذن الله. ماشي. احنا خلاص كده ايه، معانا البطاطس اهيت، ومعانا سر الجرمشه بتاعتها معلقتين النشا.
ماشي. معانا التوابل معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره البابريكا زودي منها شويه لانها هي اللي تديها اللون بتاع المحلات، ومعلقه كزبره، ومعلقه توابل، واهم شيء تحطي مكعب او لو عندك مرقه فوريه يبقى احسن، ومعلقه كاري ومعلقه كركم وبصل بودره وتوم بودره. ماشي. التوابل اهي بتاعتنا ومعلقتين النشا. هصفي انا البطاطس، انا عايزاها تتصفى من الميه خالص، هنشفها خالص. وبعد الميه اللي بخلي دي ما تشطفوهاش، سيبيها كده ما تغسلهاش خالص. ماشي. انا كده خلاص صفيتها من الميه كويس. هبدا بقى احطها على المناديل وانشف فيها ايه، انا عايزاها تنشف خالص ما يكونش فيها ميه. عايز البطاطس تنشف معاكي خالص، نشفي فيها على قد ما تقدري. احنا بننشفها كده عشان اول ما نحط فيها النشا ما يمسكش فيها كده ويبقى عامل تكتلات، لا يبقى مسوي عليها، ما يبقاش عامل كتل على البطاطسايه، يبقى كل حته شاربه وحته لا. خلاص هي كده نشفت يعتبر خالص اهيت، وكده خلاص نشفت معايا خالص. هفضل احطها في البوله بتاعتي، احط عليها النشا كده. طبعا يا ست الكل انا عندي كده البطاطس ناشفه خالص ما فيهاش ميه خالص. هبدا احط نشا. بصي انا عامله حوالي كيلو بطاطس، فهحط عليهم ايه، معلقتين او 3 نشا، انت على حسب الكميه اللي انت عاملاها. تبداي تغلفي خالص، انا عايزه كل البطاطس الموجوده معاكي تتغلف بالنشا كويس. وكده خلاص اهيت انا غلفتها كويس بالنشا. بصي النشا مش ظاهره فيها، لو انت حطيتيها وهي مبلوله عليها ميه لسه هتحسي ان النشا عامل عليها تكتلات، فمش هتبقى في التحمير كويس. بصي كده خلاص اتغلفت كويس خلاص اهيت. نحط الزيت بس يسخن ونبدا فيها يلا تحمير. خلاص كده الزيت سخن معانا، هنبدا تحمير. بصي ما تخلوش يسخن خالص معاكي، نص نص كده بحيث ان هي ايه تفضل في الزيت شويه فتبقى مقرمشه اكتر. وبدات معانا تاخد لون حلو اهو، هنطلع كده، هنسيب ده شويه ونطلع، يعني تحمر معاكي طلعيه. حاولي تصفوها كويس. اولا النشا اصلا سامعه صوت الجرمشه، النشا اصلا مش بخليها تشرب زيت. طلع على المنديل. ماشي. التول بتاعتنا اللي معانا دي نضربها كويس على بعض، نقلبهم كويس، نحطهم في بوله هنا كده. طبعا انت مش هتعملي الكميه كلها في الطاسه مع بعضها، فاللي يطلع معاكي على طول من التحمير تبداي ايه اللي انت ترش عليه كويس وهو سخن كده عشان يشرب معاكي من ايه، من الطعم ده. ماشي. كل كميه هتطلعيها ترش عليها كويس، واخلص بقيه الكميه واوريها لك في الشكل النهائي. سمع الصوت سخنه كده، نحط عليها التول بتاعتنا على طول عشان تشرب منها. تغلفيها خالص بالتوابل بس لازم وهي سخنه علشان تفضل ايه على طول معاكي ايه واخده طعم حلو من التوابل كلها.
خلص بقيه الكميه وارد لك برده تاني. وبكده خلاص خلصنا البطاطس، خلصنا الكاتشب. طبعا حاطه في الجازه ديت ممكن تفضل عندك في التلاجة اكتر من شهر. اهم حاجه بس ان ايه تحطيها تاخدي منها وتقومي عامله الغطا تاني جافلاه كويس تاني. والله وطعم الكاتشب تحفه. جربوه ان شاء الله ويعجبكم، وبالف هنا يا رب اللي شاف الفيديو والف هنا اللي هياكل.